حمزة سيد الشهداء، ما هي أبرز المحطات في حياة حمزة سيد الشهداء، وكذلك موقفه في معركة أحد بالذات؟ أقول كلمة. نعم. حمزة صلوات الله وسلامه عليه من الرجال الذين تركوا بصمات واضحة المعالم في مسيرة الإسلام. نعم. وحمزة رجل مناقبي. عندما نقول إن هنالك رجل يتسم بمناقب، أي إن السماء صنعته والأرض أطرته. فعشرات الآيات القرآنية أثنت على مواقف حمزة صلوات الله وسلامه عليه، أشارت إلى ما يتسم به من خصوصيات، إلى ذلك العمق الإيماني في شخصيته، إلى ذلك الذوبان في حب الإسلام. نعم. حمزة كان رجل يذوب في حب النبي صلى الله عليه وآله وفي حب الإسلام. فعندما يشير الإسلام أراد أن يدفع الأمة إلى التأسي، إلى الاقتداء ببيت، يقول في بيوت أذن الله أن ترفع. نعم. ويذكر فيها اسمه. يسأل ابن عباس، قيل يا حبر الأمة أي بيوت هذه؟ قال هي بيوت آل محمد، وهي بيت علي وفاطمة والحسن والحسين وحمزة وجعفر. نعم. عندما يريد أن يشير إلى مقام حمزة الأخروي وما أهل مؤهلات حمزة الأخروية، إذ إن لكل مؤمن مقام دنيوي، وفي المقابل عن طريق أعماله مقام أخروي. وعلى الأعراف رجال يعرفون كل. يسأل ابن عباس أي رجال هم؟ قال من ضمنهم حمزة. أيضا أخذ مساحة عند النبي صلى الله عليه وآله. يقول أخبرني جبرائيل إنه ما مررت بمكان في السماء إلا وقيل لي أن حمزة يسمى بأسد الله وأسد رسوله. وأخذ موقف حمزة من النبي صلى الله عليه وآله أكبر المأخذ، بحيث قال كلمة وهي تستحق التأمل، وهي بمثابة ربما انبعاث لنا أن نهتم بهذا المصاب. نعم. قال ما فجعت بموقف بمثل موقف حمزة، ولأن مكنني الله لأقتلن من قريش ما يقرب من 30 رجل. الله. أراد أن ينتقم واحد ب30 وفجع، حتى يقول إنه أبنه وقف عليه وبكى طويلا صلى الله عليه وآله. قال حمزة يا كاشف الكربات، حمزة يا من دافعت عني. يقول واحتضن ذلك الجسد. ومن القضايا التي تشير إلى عظم منزلة حمزة سلام الله عليه سيد الشهداء أن النبي صلى الله عليه وآله صلى عليه 70 صلاة. نعم. مع كل شهيد يضع حمزة وذلك الشهيد ويكبر على الشهيد 5 مرات، أي أنه صلى لأول مرة. لا يوجد شهيد في العالم صلي نعم. عليه بما يقرب من 70 صلاة وأكثر من 350 تكبيرة. وهذا يدل على عظم منزلة وتلك المساحة التي أخذها حمزة سيد الشهداء من قلب النبوة الخاتمة. النبي صلى الله عليه وآله